مساء الفل، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم حلقة جديدة من برنامج كرة الدكتور. هنتكلم عن تعادل الأهلي والزمالك. تعادل مخيب للأمان بالنسبة للأهلي، ويعتبر هيفقد فيه الصدارة لو بيراميدز كسب، وبيراميدز كمان هيوسع الفارق ما بينه وبين الأهلي. ماتش أنا شايف كان في المتناول. الزمالك بفورمة المباراة الأخيرة يعني. الزمالك كان جاي من تعثرات في الدوري، مش عارف يكسب. قوة هجومية عنده مش في أفضل حالاتها، اللي هو بيكمن الخطورة بتاعتها في زيزو. لسه مدرب جديد، الدنيا مش فايقة. مباراة يشيلها بالكامل كولر. في بداية الفيديو متنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب بالقناة، دعمك يهمني، عايز أوصل كتير سبسكرايب في أقرب وقت بدعمكم وحبكم. مبقاش يعني الملك خراب ديار، مبقاش تعادل وكمان الشغل نخسر فيه. آه، مباراة يشيلها من الأول والآخر كولر، بالتشكيلة في البداية، بتأخير التغييرات، باللعب بتحفظ، مش اللعب العادي بتاعنا. كابتن سيد معوض قال امبارح مع إبراهيم فايق، قال لك مشكلة كولر هو في الماتشات الكبيرة بيلعب بتحفظ وبيأخر التغييرات، وبيلعب بتلاتة في نص الملعب دفاعيين. وبيأخر الدنيا خالص، وحتى لو جاب جون بيقفل عليه وبيدافع. أنا يعني حتى لو كنا كسبنا كنت أقول أنا مش راضي على الأداء، تراجع كبير في الأداء بتاع اللعيبة، وتراجع كتير في الفرقة. مع إن بيسيرو كان بيلعب ب3-5-2، ودي أول مرة يلعبها، المفروض يبقى في مدير فني يلعب بطريقة جديدة. في أول ماتش كده الدنيا تبقى مقصرة، وميعرفوش ينفذوها بطريقة كبيرة. لا، عرفوا ينفذوها بطريقة حلوة، وليهم الشابوه الصراحة إن هم يعرفوا يطلعوا بالتعادل. مش عارف ايه الحلو في كوكا اللي يلعب باك شمال وانت عندك كريم الدبيسي ولد مفير. وايه الفكرة اللي يلعب اكرم توفيق برضه نفس الحكاية اللي بنحكي عليها، اللي هو التحفظ التحفظ التحفظ. انت بتلعب محمد هاني ورجله في الملعب في اخر فترة. ليه ما تلعبوش باك يمين حتى؟ يعني الزيادة الهجومية حلوة. ليه اكرم توفيق يلعب باك يمين؟ وليه تبدل تلات جناحات يمين في الماتش؟ يعني محمد عبد الله ابتدى جناح يمين، بعد كده حسين الشحات لما نزل اشرف بن شرقي، وفي الاخر خالص نزلت كريم الدبيس. ليه كل ده؟ ما هو محمد عبد الله وحسين الشحات وخلاص. تغيير محمد عبد الله بأشرف بن شرقي، ويخلي حسين الشحات باك يمين، يفك من بدري قوي. من الدقيقة 55 أو الدقيقة 60. الولد خلاص عمل اللي عليه، وهو برضه لسه أول قمة ليه ولسه صغير ما عندوش كم الخبرات. كان لازم بن شرقي ينزل من بدري. جه في الآخر منزل لي وسام أبو علي في الدقيقة 80 ولا 85. مش عارف ايه لازمتها، وكريم الدبيس نفس الكلام ملحقش يلمس كورة. نتكلم عن بن شرقي. يعني باين عليه كواليتي عالي، أول لمسة جيب جون، الهدف المية لبن شرقي في حياته كلها مع المنتخب ومع الأندية اللي لعبها. آه برضه 100 علامة استفهام على أداء إمام عاشور بقى يتأثر بالهتافات بتاع جماهير الزمالك. مش عارف لغاية إمتى هيفصل دماغه وما يتأثرش بالهتافات بتاعت الجماهير أو الشتايم أو كده. المفروض كان يركز ويرد في الملعب. أحمد رضا ياخد الصراحة شهادة إجازة كبيرة جدا، عمل ماتش كبير هو ومروان عطية. أشرف جاري برضه عمل ماتش كبير. الشناوي سوبر الشناوي كان ما أثر يعني على النتيجة، شال كورتين ما يتشالوش الصراحة بهدفين للزمالك، فكان موجود وحاضر. جراديشار برضو نجم النهاردة، عمل ماتش كبير، وهو عمل أسيست أشرف بن شرقي. عمل أسيست كويس أوي وعرضية عالية وعلى رأس أشرف بن شرقي ومعدية من المدافعين. فدول اللعيبة اللي تعمل ليهم إشادة إجادة. برضه في الزمالك عبد الله السعيد وبنتايج. زيزو مش هو زيزو. برضو قلبين الدفاع الونش وصلاح مصدق كويسين جدا، وكمان حسام عبد المجيد. في كذا حد ليه شهادة إشادة في الماتش ده. برضه في كذا علامة استفهام على كولر في ماتشات القمة. آخر 4 قمة قدام الزمالك معرفش يفوز. ماتش في الدوري خلص 2-1، وماتش السوبر المصري خلص ضربات جزاء للأهلي، وماتش السوبر الأفريقي خلص ضربات جزاء، وكان أصلا الماتش خلص تعادل 0-0 وضربات جزاء للزمالك. واجي النهاردة 1-1. كولر في مشكلة معاه في ماتشات الزمالك، ما بيعرفش يديرها كويس. في انخفاض في المستوى كبير. برضو لعيبة الأهلي بقت يخش فيها أجوان كتير، أو الأهلي بقى يخش فيه أجوان كتير في الدقايق الأخيرة من الزمالك. زي برضو ماتش ال2-1 ده كان في آخر الدقايق، وجول ناصر منسي في السوبر الأفريقي في آخر الدقايق. واجي النهاردة بعد ما اتقدمت في الدقيقة 83 أو 82 دخل فيه جون برضو في أواخر الدقايق. فدي برضو مشكلة بقت عند الأهلي، ودي برضو مشكلة عند الأهلي بقالها فترة، بيخش فينا أجوان في آخر الدقايق.
من الماتش بعد ما كنت متقدم. لازم الكل يعيد حساباته، يظبط فرقته، يحاول يختار أحسن تشكيل ممكن المباريات. يعني عايزين ننقذ الموسم وناخد الدوري، لازم نعمل كده. لسه في أفريقيا، ولسه في ماتشات كبيرة جاية، ولسه في كأس عالم. مش هينفع المستوى ده نظهر بيه، لازم نطور من مستوانا ونثبت التشكيل ونلعب الناس في أماكنها، ونلعب اللعيبة اللي فايقة ومركزة. شابو اللي بيصيروا، شابو للزمالك، عرفوا يلعبوا الماتش اللي هم عايزينه. تعادل طبعا مكسب كبير اليوم، وكان ممكن يخطفوا الجون التاني. بس كده، سلام.